ويتضح في الاخر ان افلام الحمايه دي مقلب كبير جدا. يا مساء الخيرات. زي ما احنا عارفين ان من السنين اللي فاتت، من الكام سنه اللي فاتت دي لحد دلوقتي، بدا ينتشر مفهوم افلام الحمايه وحمايه الطلاء عن طريق النانو سيراميك او الافلام بتاعه الحمايه زي ما احنا عارفين. ولكن افلام الحمايه دي للاسف ليها اضرار كبيره جدا. انا مؤمن الوزير، وفي الفيديو ده هتكلم معاكم عن افلام الحمايه والنانو سيراميك ونعرف ايه مميزات وعيوب كل حاجه منهم. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. ولو بتتفرجنا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. خلينا في اول حاجه نتكلم عليها النهارده وهي افلام الحمايه. افلام الحمايه يعتبر من طبقه شفافه بتتحط على جسم العربيه الخارجي عشان تحميه من الخدوش ومن حراره الشمس المباشره وما الى ذلك. طبعا افلام الحمايه في منها انواع كتير جدا، في منها الكواليتي بتاعته عاليه جدا وده بيبقى سعره غالي مش رخيص. في يعني وانت نازل بقى في ناس كانت ممكن تعمل بروتكشن العربيه بتاعتها كلها ب 5000 جنيه و7000 جنيه. طبعا دي حاجه رديئه جدا. ايه بقى عيوب فيلم الحمايه؟ عيوب فيلم الحمايه ليها كذا حاجه. اول حاجه لو الفيلم ذات نفسه، فيلم الحمايه ذات نفسه نوعه رديء او مش اصلي، فده مع مرور الوقت اقل من سنه صدقني هيكون مدمر لك الدهان بتاع العربيه بتاعتك، وانت طبعا مش هتحب ان انت تعمل كده، خاصه ان عربيتك غاليه عليك. وطبعا اصلا حتى لو عربيتك مش غاليه فانت في الفتره دي عشان ترش عربيه اساسا ترش اقل حته في عربيه بتدفع مبلغ دلوقتي. فانت لو فيلم حمايه مشكوك في امره او في مكان مش هيديلك ضمان اقل من 10 سنين يبقى شكرا. وكمان عيوب فيلم الحمايه ان هو محتاج فني متخصص جدا 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 يقفل لك الفيلم على العربيه او يلزق لك يحط لك الفيلم على العربيه، لان طبعا من عيوبه ان في ناس بتكروت او مش فاهمه الموضوع بالظبط بيمشي ازاي، فبتلاقي ان في الفينشنج يعني تلاقي الفينشنج بتاعه مش مظبوط مش كويس، فيبدا ان هو يعبي هواء يعبي تراب تحتيه وايا كان، ما انت ولا كانك عملت اي حاجه. والعيب الثالث لافلام الحمايه وهي ازالتها اصلا من على العربيه. لو انت تشيله من على الصاج بتاع العربيه تاني ده بقى موضوع مقرف جدا 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 وبياخد وقت كبير جدا. تاني حاجه بقى هنتكلم عليها في فيديو النهارده وهي النانو سيراميك. النانو سيراميك هو عباره عن زي الطلاء او زي ماده شفافه بتتحط على جسم العربيه بيتغطى بيها جسم العربيه بالكامل بمعنى ادق. وطبعا ممكن يتحط طبقه او اكتر من طبقه كمان حسب نوع العربيه وحسب نوع الخامات بتاعه النانو سيراميك نفسها. وبرده هنرجع لنفس النقطه بين دي من ناحيه المميزات. من ناحيه العيوب برده هو بيحتاج صنايعي شاطر جدا 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 يغطي لك العربيه كلها بالنانو سيراميك من غير ما تطلع فيه اي غلطات. دي اول نقطه. تاني نقطة ان من عيوبه كمان ان هو مكلف زيادة عن اللزوم او مكلف اكتر من افلام الحماية، لذلك هنلاقي افلام الحماية هي المنتشرة اكتر من النانو سيراميك. ولكن النانو سيراميك لو لقيت مكان بيعمله لك بصورة بروفيشنال فالنانو سيراميك احسن بكتير. كمان النانو سيراميك على فكرة من مميزاته ان هو بيدي بريق ولمعان للعربية حلو جدا، ولو حكه بسيطه ما بتاثرش فيه، انما طبعا لو حكات جامده او خبطه جامده فطبعا لازم هتاثر فيه، ما تخليش حد يضحك عليك. واولا واخيرا نصيحتي ليكم وهي ما تسترخصوش في عربياتكم، بمعنى لما انت ما بتستخسرش حاجه في نفسك، انت لما بتتعب بتروح لاحسن دكاتره، بتحب تاكل احسن اكل وي فما تستخسرش بقى في عربيتك. يعني انت عربيتك هي كمان دي دلوقتي العربيه بقت حاجه مهمه واساسيه زيها زي الثلاجه في البيت وغساله وما الى ذلك، فبالتالي انت ما تستخسرش في عربيتك. والله لو انت حبيت بقى ان انت تدخل في مجال ان انت فعلا تحط العربيه تعمل لها حمايه سواء افلام حمايه او نانو سيراميك، فانت بقى ما دام انت هتعمل كده يبقى خش في حاجه نظيفه. اعمل بقى يا اما فيلم حمايه محترم عند مكان كويس جدا حتى لو غالي من بره، او ان انت تعمل نانو سيراميك برده في مكان محترم حتى لو اغلى من افلام الحمايه. انت المهم ان انت شوف ايه الانسب لعربيتك وانهي يعني انهي مكان محترم كويس هيعمل لك البروتكشن اللي انت عايزه بضمان كويس وفعلي. وقبل ما تعمل اي حاجه عند اي حد سواء نانو سيراميك او افلام حمايه اتاكد، يعني اسال عنهم. كده السوشيال ميديا ما خلتش حاجه، فاسال خد فيدباك عن اي مكان، خد مثلا ترشيحات مثلا ل3 اماكن شوف انهي واحد فيهم عشان يعني انت ما تخسرش. انا كده النصيحه دي اولا واخيرا ليك انت، لان انت ممكن فعلا دهانات عربيتك ممكن كلها تبوظ لو انت حطيت اي بروتكشن مش مظبوط. كان معاكم مؤمن الوزير، ولو حد عنده اي استفسار تاني سيبوه تحت في الكومنتس وهرد عليكم ان شاء الله في اسرع وقت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير.